هذا هو اللي قلت لكم عليه شحال من مره جيت كلت من عنده. هذا عشاق المغاربه، كاع الناس. هذا هنايا هو بنك المغرب. هاد الازقه الضيقه شحال زوينه. هاد البلاصه دابا هادي هنايا عامره بالسوق وعامره بالرواج، خاصنا نشوفوا كيفاش نديروا. وكانوا هنا هاد البلاصه هادي كيعيشوا فيها اليهود والمغاربه تقريبا 50% 50%. وهاد البلاصه هادي هنايا هي الترمينيس ديال الطوبيسات، حنا كنقولوا بحال المحطه الكبيره اللي كاينه في هاد البلاصه هادي. معروفه بصحاب الذهيبيه. هاد البلاصه هنايا صحاب الذهيبيه، صحاب المواقن. كانوا علاش اصلا تسمى بهاد السميه ديال باب مراكش؟ حيت كانوا كيجيو دوك الناس اللي كانوا كيبغيو يسافروا لمراكش، اصحاب الفاكونس. كنتي كتجي هنايا كيبان لك لي ماتريكول ديال برا، اسبانيا، طاليان. دابا هو السوق اللي جاو ليه هنايا بروفيزوار. السلام عليكم حباب لا فامي، نتمنى من الله ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وفي صحه جيده، ومبروك هذا الشهر الكريم. الله يدخل علينا سيدنا رمضان بالصحه وبالسلامه وبطول الاعمار، ومبروك علينا العشركه لاشين بالفضل ديالكم نتوما والثقه ديالكم اللي تقتوا فيا والحوايج الزوينه اللي كدعموني بها. وبغيت نقول اي واحد كان ابوني عندي في لاشين شكرا على هذا الرقم اللي وصلنا عليه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي باش نضرب واحد الدوره في المدينه، وغادي ندخل حدا سوق باب مراكش اللي كان مؤخرا تحيد من المدينه، وبغيت نمشي نشوف تما كيفاش داير نضرب هذيك الدوره. ولكن هو الاصل السميه الاصليه تاع ذاك السوق ماشي هو باب مراكش، هو الاسم ديالو الاصلي هو اهل فاس. وان شاء الله لما غادي ندوزو من تما ونوصل لحدا غادي نقول لكم يعني تعطاتو ان شاء الله اعاده الهيكله. يعني داك السوق غادي يطيح وغادي يعاود يطلع من الاول، وغتولي في واحد الحله جديده، والمرافق غادي يتعرفوا زوينين. لان في الاول كانت فيه شويه ديال الهماج وكان فيه شويه ديال الوساخ، ماشي غير شويه، كان فيه بزاف ديال الوسخ، كان خاصو الصليح بزاف. ودابا جاو غادي يطيحوا هذاك السوق كله، والناس ديال السوق تما عطاوهم واحد البلاصه حدا المعرض مؤقتا، واحد المده ديال على ما كيقولوا الناس التجار اللي كاين تما، داروا معاهم المده ديال 10 شهور. ولكن ملي كتجي تحسب 10 شهور 10 شهور كتعطيك زعما كاين بحال من هنايا الشهر 11. حنا غادي نشوفوا زعما كي غادي نقولوا من هنا حتى البدايه ديال السنه المقبله ان شاء الله، وعاد هذاك السوق غادي يوجد، وغادي نضربوا تما واحد الدوره ونتسارى معكم شنو كاين. دابا انا فينا بلاصه كاين هنا، البلاصه اللي كاين فيها انا هنايا عبد المؤمن مع شارع الزرقطوني اللي مورايا عبد المؤمن. ودابا ملي غندخل قدام هنايا غادي يولي شارع حسن الثاني في الدخله من هنايا ان شاء الله. دابا هنايا حنايا دخلنا لحسن شارع حسن الثاني، وهذه هي الزنقه ديال اكادير اللي على اليمين ديالي، والمحكمه والبنك بقى في القدام ديالي ان شاء الله، وياسمينه القديمه بقات في الاتجاه هنايا ديال اليسار، وشارع مولاي يوسف وكازابلانكاز اللي هي هذيك راه هي لهيه، وبنك المغرب راه هو كاين لقدام. غادي ندوزو من حداه ومن تما ان شاء الله غادي ندخلوا للمدينه. وهذا هنايا هو بنك المغرب. بنك المغرب، وهنايا في اتجاه كاين شارع الياقوت، والترامواي كيدوي معنا. وهاد البلاصه هذه هنايا هي الترمينيس ديال الطوبيسات، حنا كنقولوا بحال المحطه الكبيره اللي كاينه في قلب المدينه. الناس ديال كازا برا كازا كلشي كيعرف هاد البلاصه هذه هنايا، خصوصا الضربه دابا ديك 12 هنا كيولي واحد الزحام. اما في العشيه فراه كيولي هنايا بحال شي مؤتمر ديال عباد الله، كيجيو باش ياخذوا المركوب. الاوطي ديال الحياه الاوطي ديال الحياه هو هذا اللي كتشوفوه معايا
من هنايا. دابا اشنو غندير انايا؟ غنحاول ندخل الجهه ديال المدينه ولكن غادي نحاول نخرج من شي باب، غندخل وسط المدينه القديمه الصور، ومن تما غنحاول نخرج في الباب ديال باب مراكش، نديرو بعدا واحد مساريه خفيفه، ومن تما نخرج معكم ديك البلاصه ان شاء الله. في الشارع ديال البازارات عرفتوا كاين واحد السيد هنايا معروف كيبيع البيني، فهمتي كيف اتجاه هنايا. غنحاول ندخل مع هاد البلاصه ونمشي. هذا هو اللي قلت لكم عليه شحال من مره جيت كلت من عنده. هذا عشاق المغاربه، كاع الناس كيحبوا هذا السيد هذا، وانا من الناس اللي كيجي هنايا وكناخذ هذا السيد عنده ديك البيني مع كاس ديال اتاي. السلام عليكم. دابا انا البلاصه اللي داخل ليها وسط باب وسط المدينه القديمه، ولكن الداخل ديال السوق، البلاصه اللي فيها دابا انا هنايا. شكرا العميم. هاد الازقه الضيقه شحال زوينه. يوب انا دابا علاش تعمدت ندخل معكم من هنا باش نحاول نخرج في هذاك الباب مراكش اللي هو اصلا هذه الاتجاه ديالو من هنا. ما بين الحوايج اللي كتمتاز بها المدينه هي هاد الدرابوات واللوغوات ديال هاد البلاصه هادي معروفه بصحاب الذهيبيه. هاد البلاصه هنايا صحاب الذهيبيه صحاب المواقن معروف هاد البلاصه هادي هنا بهم. جبتي سير. وهذا هو باب مراكش، البلاصه اللي فيها الحوايج، ولكن باقا البلاصه مسدوده. انا علاش تعمدت نجي شويه الصباح بكري معكم من هنايا باش ما نديرونجيوش عباد الله، حيت هاد البلاصه هادي كتكون كتعرف البيع والشراء، ما خصناش نديرونجيو عباد الله يبداو يخرجوا الناس غاديين جايين، لان في الاصل البلاصه ممنوعه يلزم لنا الموطور. دابا كي كاع الا بغينا زعما كي ندوزو نحاولوا نجيو شويه الصباح بكري وندوزو من هنايا. وهذه هي الزقه الضيقه ديال المدينه اللي غتخرجنا في باب مراكش اللي هو في الاصل كان حداه داك السوق اللي كان تريب من هنايا. دابا هادوما هاد البلاصه دابا هادي هنايا عامره بالسوق وعامره بالرواج. خاصنا نشوفوا كيفاش نديرو حتى نخرجوا من هاد الزحام هذا هنايا. والدينا والديك امين. الله يا ودي مبروك عواشرك. شتي المساعده شحال زوينه كتاخذ فيها رحمه الوالدين. دابا خرجنا من باب مراكش، وهذا هو السوق اللي كان اصل الاسم ديالو باب مراكش. وهذا كان شحال هادي، ما دابا ما بقاش. دابا هو في الاصل هنايا هاد البلاصه هادي، هاد السوق هذا ما كان سميتو الاصل الاسميه الحقيقه ديالو كان سميتو سيدي اهل فاس. وهنايا ليستوار ديال هذا كانت تبنى في عهد الحمايه، يعني قديم بزاف. وهاد السوق هذا هنا
شنو هو ليستوار ديالو؟ كانوا فيه الخضاره البياعه الشرايه، ولكن دابا حنا ما كندويوش عليهم، دابا حنا كندويو على شحال هادي اشنو كان. وكانوا هنا هاد البلاصه هادي كيعيشوا فيها اليهود والمغاربه تقريبا 50% كانت انا واحد الباتيس اللي كان مشهور هنا، اللي كنعاود لكم عليه انا، راه ماشي دابا، راه سنوات وسنوات. وكانوا علاش اصلا تسمى بهاد التسميه ديال باب مراكش؟ حيت كانوا كيجيو دوك الناس اللي كانوا كيبغيو يسافروا لمراكش، كانوا كيجيو واحد البلاصه هنايا وكيتجمعوا كاملين، وكان كيجي واحد السيد كيقولوا ليه سطات. وسطات كانت هي اكثر بلاصه فيها قطاع الطرق، وكانوا كيجي واحد السيد كيديهم من هنايا لمراكش. هذاك ملي بقاو كيتجمعوا دوك الناس يبغيو يمشيو لمراكش في واحد الباب ويتسمى باب مراكش، ولكن هو في الاصل ديالو اهل فاس. دابا هاد السوق هذا اللي كاين هنايا هاد السوق هذا دابا اللي كاين هنا عطاهم في واحد البلاصه اخرى، فهمتي، من غير هادي حدا المعرض فين عطاوهم. الله، بروفيزوار حولوهم. ودابا هاد السوق ان شاء الله قالوا لهم غادي يوجد من هنايا 9 شهور، ولما كتحسب 9 شهور كتعطيك تقريبا علاين من هنا شهر 11. اذا الواحد غادي يقول حتى البدايه ديال العام الجاي ان شاء الله عاد غيوجد هاد السوق هذا هنايا. اللي كتعجبني انا في هذه المدينه هنايا هي الازقه الضيقه ديالها. بزاف ديال الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت السوق تحيد من هنا والناس اللي كانوا كيترزقوا الله، ولكن السوق كان كيعرف واحد الروينه وواحد الفوضى هنا وواحد الهمج، فهمتي. من دابا غيعطيهم غير اعاده، ماشي حتى اعاده الهيكله، اعاده البناء، طيحوه كامل وغادي يعاودوه من الاول. وهاد البلاصه كلها غتقادي ان شاء الله كيف ما كان طرا في سميتو حدا دار السلطان، البلاصه اللي كيتباع فيها البلاصه اللي كتباع فيها الجميعه، ماشي الجميعه عاد بلا مش تراجم، البلديه، فهمتي، حدا البلديه كانوا عطاهم تما وكانت تعاودت كل ديك البلاصه. ودابا حنا جينا ضربنا دوره كبيره على هذا السوق هذا. انا بعدا والله لا مع الفكره، واخا مساكن الناس غادي يضروا، والله يحسن لهم العوان والله يكون من حالهم، ولكن راه هاد البلاصه كلها غادا تقاد وزياده. دابا هذا خارج السور، شي دابا حنا ملي كنا جايين داخلين من تما لداخل، هذاك الداخل ديال السور ديك البلاصه هي اللي ما غيتقاس فيها والو. اما هاد الشيء هذا هنا اغلبيته غيتحيد، ماشي اغلبيته ولكن علينا واقيلا 100% هادشي كلشي غادي يتحيد من هاد البلاصه هادي هنا. يعني جا في المحج الملكي. دابا اجي نمشيو نشوفوا البلاصه اللي عطاوهم حدا المعرض الدولي. جايين مسارين ضربنا دوره هنايا. ايوا جبتكم معايا، مرحبا بكم. واخا الصباح هذا كنت كنفيلمي بهذا الميكرو هذا ويطيح لي واحد العيار اللي كان كيشد فيه، ولكن فيها خير سابيلكم التومه وديك 10 كالي تزاد فلاشين وبكم التومه باش هادشي كامل كناخدو، يعني تستاهلوه ماشي مشكل. نمشيو نقلبوا على داك العيار او نكومونديه من اليكسبريس ان شاء الله ويجيني حتى الدار، او نشوف الدراري اللي كنتعامل معاهم هنايا اللي كيبيعوا هاد لي برودوي ديال دي جي اي. ودابا هادشي كان انا شحال مره دزت من هنايا، كانت الدنيا زوينه، كان رواج الحياه، البساطه، الناس غاديين جايين، الدراري الصغار كيلعبوا والعيالات كيتقداو. اصحاب الفاكونس كنتي كتجي هنايا كيبان لك لي ماتريكول ديال برا، اسبانيا، طاليان، فرنسا، بلجيكا، هولندا، الانجليز، الالمان، كنت كتلقى كاع الطوموبيلات ديال الميريكان، كندا تما كيجيو ستاسيونيو في هاد البلاصه هادي هنايا. المهم نوصلوا حدا السوق جديد ونكمل معكم. دابا هو السوق اللي جاو لي هنايا بروفيزوار. هنايا دابا كاع داك السوق اللي كانوا في باب مراكش اللي هو كان في الاصل سميتو اهل فاس، جابوهم كاملين لهاد البلاصه هادي هنايا، جابوا الخضاره، جابوا صحاب التيجيه، جابوا كلشي الا موالين الحوت وقيله اللي غيبداو يحولوهم بشويه بشويه. هما في الاصل وقيله عندهم شي 30 طابله
ولكن الله صعب. وهذا شي دابا هو السوق هنايا، هادو هما البيبان ديال كل سوق. شتيهم جاو حولهم كلهم هنايا بروفيزوار، خصوصا دابا مع رمضان والناس غيبغيو يجيو يترزقوا الله ويبغيو يتقداو. مأكولات الغذائية، مرحبا بكم عند نجاة. يا الله نجاة، انت دزتي معنا، مرحبا بكم عند نجاة، جيو تقداو عندها. لان هذا المشروع هذا هو اصلا في الاصل ديالو كيف ما قلت لكم جا في المحج الملكي. شتي هنايا اصحاب، خليو هاد السيد الطوموبيل يدوز. هذا جمعوهم صحاب الدجاج وصحاب اللحم، ولكن الحواته باقي قلال شويه الحواته. ودابا هذا راه كيف ما قلت لكم راه حاطينه غير بروفيزوار، ماشي زعما كاين حاطينه ديما بما يشوفوا فينا بلاصه راه غادي يحولوهم ان شاء الله. ايوا دابا غادي نكون انا دابا ساليت من هاد البلاصه هادي هنايا، غادي نخرج على الشارع من هنايا تيجا ديال شارع مولاي يوسف والصوفي. ولكن هاد الفيديو غيكونوا فيه جوج ديال الاجزاء، الجزء الاول اللي هو كان هنايا والجزء الثاني غادي مسركل ايوا نمشيو نشوفوا دابا حدا العمق دوك الباطيمات اللي كانوا تما طاحوا تما، ونشوفوا لاستوار ديالهم، ونشوفوا داكشي اللي كان فينا هو. اذا خليكم معايا. الفيديو الثاني غتشوفوا فيه ديك البلاصه اللي غادي نمشي لها. تهلاو ونتلاقاو في شي فيديو اخر من غير هذا ان شاء الله.